تلابد جريت سبينا ونبي من بيريبانا قيزة صالحي حمد أبوما جريت سبي بوي خطرة كان درام دردك هذا يا خطرة سيسيون دردك هذا وخطرة سيسيون جي حركو دردك هذا حركو دنيا شاتن ترى جدوبة شاتن ترى كي شكلنا دوبي نستح دوج أبو أيوة دوبي نستح سافي أبو حركات شيبو هجوم شيبو دار ناتكاتن بعد جامي بانكر قدار كاتن أم دار كاتن ما ديجي ملادخنا بيسريون دقرنا وعذبون دكنا يلا مفلتين جنون وبيون قشكي يعني كومبلي يعني غزوري من ديس أويو أم جن تاني ممكن يدو غزورين باي كرن أم تاني يشتم بيشفيرو بيتشتاك قوش خارم ممكن خاجيركم هار ممكن شتو ممكن يجير كنا زوري كشيء مارسور ممكن يجير أم بي أوجود شو أم بسرعة بيتشون أم قش نوي داره زعمت شنا شولي شنا دارون شنا بارون ما دي نابو أم دست شنا قندار ونشتن فترة که حتی وضع چکرند بو أم بگریان روزی دا دیسا درب چیب دیسا أم درکت داعش بو أم شنا ترکی 4 سالما که شد تلابد بگریم گزری من هات تلابد دا هات دیکو بکی بنگوتی مالی بکی 15 ریان تنه ای خواه ورگو 4-5 مالی زاری خواه گیتنه 5 مالان جی درجب تنه شقح رجال تلی خست وافات کرد أم بگریان آدم اگو وضع ما خاش بود دیست الحمد لله رنده هیرو دیسا جم دکه سوای جم دکه حار دیسا و مرحله دا برو ترس و خوف بود حتی علم قام دیسا در خطر و دوی جم هات نبود چنه رقی عیشت نبود چنه کوانه عیشت نبود حوشی بهانه اجاری بهای چشتی بهای کدار اول شيء جبهة النصر أبو مبون كان ما هنا دار خستن ثاني شيء جيش داعش بخابو ديسا ما قاوم كر ديسا أمسار كاد ديسا ما هنا دار خستن آخر شيء ترك بخواه إن شاء الله أما ترك ديسا دار خنا ديسا باقرنا ولا تأخذ انت كمان ترى لكن ظروف هاي ظروف الحرب هاي ظروف الصراعات بدها تعاني ونحن من اسمي حليمة محمد بوزة من حمامة تركمان عمري 43 سنة عندي 3 شباب 3 ولاد العسكري و2 صغار وبنات 3 واحدة مجوزة و2 هنا وواحدة مجوزة هناك تاتل عشناها خبز ما لقينا الناس جت من برا جابوا عالم من إدلب وجابوا من حمص تعرفين انت هذول جابوهم كانوا جيش حر ما نعرف شنو جابوهم قامت مرتهم تقف على الفرن احنا ما نجرب نقف على الفرن صارت صاحبة حكومة صاحبة السلطة ما نجرب نقف على الفرن صراحة يجوز تظلين كل النهار وما تاخذين خبز مي ما بي كهرباء ما بي نطبخ على النار نلم اكياس ونطبخ على النار حطب ندور قامت الناس تدب حالها وين تلقى عود حطب تعلق بيه تحقت اني لسه ما علي العين منهم يعني ابني طالعت واللي جاي العين ما علي طلعت مشرج ظليت 3 أيام اني وعيلتي
بالبرية بسبيل إنه أقطع اليجاي، وأنا ما عندي حق الآجار نقطع اليجاي من مكان لمكان لما وصلت ما حد حتى أهلي ما يعرفون عني شيء. تا قطعت اليجاي أحداث شريدة أقول لك، قاموا يسحبون شوية أمنوا على العالم وريحوا ما بشي، وإحنا جايين نسوي منطقة آمنة، جايين نأمن هالناس الموجودة هين، مو مشاكم، إحنا بناس بتركيا لاجئين نريد نجيبهم ونحطهم بالمنطقة الآمنة، مثل يعني ديرة حيلة علينا، مثل الضحكة، مثل أخوي ألحز بتركيا، لا إحنا نريد نجيب اللاجئ اللي بتركيا ونحطه هنا. يعني ما قدرت أتحمل وضع الغادي، لأنه كأنه قلبي يناخشني إنه بده يصير شيء. طالعت ابني اللي جاي لسه على العين من بين علي، ظليت أحاول إنه بس ألقى طريق تا أقدر أقطع وجهي اللي جاي. قلنا إحنا أناثي شوية يجوز يبعدون عنا لما ما طالعنا اثنين هذول. بعدها زادت فترة اشتغلت يجوز هالفترة اللي قعدت بيها اشتغلت آلي وبنتي سبيل أأمن آجاري تا أطلع اللي جاي، وما حدا يخبر حتى إني طلعت، حتى أهلي ما يخبرون بسبيل إنه ما حدا يفسفس علي ويغضبني. قلت أطلع بأمان يعني. والحمد لله لما طلعت وجيت أخرى عانيت كثير، فتت على المخيم. لما فتت على المخيم زاد بها صعوبة. ما حكيت لك إنه أني ابني عسكري له علاقة بالحزب، جوزي ابن عمو له علاقة بالحزب، نعرف شو بده يصير. إحنا نعرف إنه يعني مو هم رايحين يتركونا مثلا بحالنا إنه خلاص عسكري جا سلم حاله وبده يريح يستقر بمكانه ويقعد، لا نعرف شو بده يصير بعدها بدون ما يعني، لأنه هذول ما يرحمون حدا، ما يرحمون. يعني ألحظ بناس جعت عاني 5 أشهر و6 أشهر. طبعا مثل ألحظ تعرفين أنت الاتصال، مثلا هذه قاعدة أتصل شلون مع أخويا أمي، أحاكي أمي يوم شلونك أخوي شلونك، والله من فترة ما دريت إلا وأنها تقول لي أخوك أخذوه. طيب ما فكر ما وقفوا عند إنه فلان كردي إحنا بدنا نحاسب الكردي، خذوا كل الناس، مثل تركماني، مثل كردي، مثل أي شركزي، ما يخلون خلاص كل شيء له علاقة بهالمجال هذا خذوه. ما ينقطع، عندنا أمل الآخر يوم بحياتنا، ما الرجاء من رب العالمين ما ينقطع وما توقف لا عندهم ولا عند غيرهم. خلاص البلد لك بدك تأخذه، مع الأيام بدك تجي. ايش قد ظل احتلالهم أبو ولي؟ 400 عام. ظل لهم شيء؟ ما ظل لهم. بالأخير رجعت الأرض لأصحاب. والحظ إحنا عندنا رجاء كبير إنه على أمل، ولا والحظ يعني هي النوبات نسمع والله بيصير اتفاقية من هي 10 أشهر، من هي الشهر، من هي رأس السنة، قلوبنا تريح إنه معناته بي حدا قاعد يشتغل مشاننا، يتعب مشاننا، نرجع على بيوتنا، نرجع على أراضينا، نرجع على هنا. ما لحد الآن والحظ وبعد 100 سنة رجانا ما ينقطع إن شاء الله.